مشاهدين ومتابعين قناة غاوي حكاوي في كل مكان، وحشتونا جدا. وعشان كده جايين لكم النهاردة بحكاية هتشدكم من أول دقيقة. بس قبل ما نبدأ انتوا أكيد عارفين هتعملوا ايه. انزل بسرعة اخبط اللايك وتأكد انك اشتركت في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. بيبدأ الفيلم بفراشة جميلة بتطير في قصر فخم جدا. فضلت الفراشة تطير في كل مكان جوه القصر عشان نتفرج على الفخامة، وبتروح بعد كده عشان تقف على وش الكلب الحبوب ده واللي اسمه ترابل. الكلب الجميل ده كان ليه خادم خاص بيه اسمه جيمس. اول ما فتح عينه وشاف الفراشة واقفة على وشه خاف جدا واتفزع من النوم، بس جيمس هداه وخلى باله منه عشان نعرف بعد كده ان الكلب ده مدلل جدا جدا في القصر، وكل الخدم واللي شغالين في المكان يتمنوا انهم ياخدوا بالهم منه ويلعبوا معاه كمان. وده لانه كلب الست صاحبة الهلمة دي كلها. الست دي كان اسمها سارة، واللي اول ما وصلت القصر بدأت تدور على الكلب بتاعها. ترابل نزل بسرعة من على السلالم واترمى في حضنها على طول. كانت سارة بتعز الكلب ده قوي وبتاخده معاها في كل مكان بتروحه وبتخليه يعيش كل التفاصيل اللي هي بتعيشها، لدرجة ان جلسات التجميل اللي كانت بتعملها السيدة سارة كانت بتحصل للكلب برضه. ولما بتخلص وبتروح على البيت كانت بتخليهم يحطوا له كل انواع الاكل اللي بيحبها او يطلبها وبالكميات اللي تكفيه وزياده. باختصار الكلب ده كان عايش حياه كلها رفاهيه وسعاده ملهاش حدود، لكن يا عيني ما كانش عارف ان كل ده مش هيستمر. في يوم من الايام اتوفت السيده ساره صاحبه القصر، لكن تريبل ما كانش يعرف اللي حصل. صحى تاني يوم الصبح وبدا يجري ويلعب ويمارس نشاطاته المعتاده اللي بيعملها كل يوم، لغايه ما قرر يعمل الحركه اللي كان بيعملها كل يوم الصبح، وهي انه يجري ويلعب براحته في اوضته وبعدين ينزل جري على السلم وينط عالي جدا في الهواء عشان يقع في حضن الخادم بتاعه جيمس. لكن للاسف الكلب وقع على الارض وما كانش جيمس موجود. فضل ترابل يهوهو على كل الخدم اللي معديين حواليه ومش شايفينه اصلا، ولا اي حد بيبصله ولا بيهتم بيه زي ما كانوا بيعملوا معاه كل يوم وهو متعود على كده. طبعا الكلب المسكين ده ما كانش عارف ان خلاص اللي كانت بتخليهم يعاملوه حلو ماتت. شويه ووصلت عربيه قديمه ومكسره لباب القصر، وبنعرف ان دول اولاد اخت السيده ساره، ولد وبنت اخوات باين عليهم الفقر جدا. نزلوا من العربيه القديمه المكسره دي وراحوا على القصر على طول. كان باين عليهم الحزن على موت السيده ساره، لكن للاسف الدموع اللي انتوا شايفينها في عينيهم دي هي دموع التماسيح، لانهم اكتر ناس مبسوطين بموتها. وطبعا كلكم عارفين ليه بالظبط كده، عشان الورث طبعا. الاخين دول عملوا الدور حلو جدا ومثلوا الحزن على اكمل وجه. الكلب اول ما شافهم قال اخيرا حد هيلعب معايا ويهتم بيا زي ما صاحبتي ساره كانت بتعمل على طول. لكن ما كانش يعرف ان الاخين دول ما كانوش طايقينه اصلا ولا كانوا منتبهين ليه، وفضلوا يلفوا في القصر زي المجانين يصوروا كل حاجه قيمه عشان يمهدوا انهم يبيعوها على اوليكس. فحاول تريبل انه يلفت نظرهم ويلعب معاهم، لكن ساعتها قالت الاخت انها مش طايقه تشوف الكلب ده في القصر عشان ياخدوا الاخ على طول ويرميه بره الباب. وكمل الاخين لم الحاجات كلها عشان يبيعوها، وكان الكلب لسه واقف بره. فشاف صندوق اللعب بتاعته والراجل ده شايله، فضل يهوهو عليه كتير لغايه ما وقعت اللعبه المفضله بتاعته على الارض. تريبل كان هيتجنن جدا، ولما حط الاخ الصندوق في العربيه طلع ترابل وراها على طول عشان ياخد اللعبه بتاعته. لكن جه السواق وقفل الباب من غير ما يعرف ان ترابل لسه جوه، واتحركت العربيه بعيد عن القصر. مش عارف هو رايح على فين واخره المشوار ده ايه. فضلت العربيه على الطريق تترنح يمين وشمال من غير ما يعرف الكلب هو فين ولا ليه العربيه دي بتتهز كده. ولمح الكلب جوه العربيه صوره صاحبته ساره، فجرى عليها عشان افتكر صاحبته وما كانش عارف هي ليه مش معاه، لغايه ما ظهر فجاه على الطريق سنجاب كان بيدور على الجوز، وما كانش شايفه السواق الا قبل ما يخبطوا بمسافه صغيره جدا. وعشان يفاديه ما يخبطوش غير مساره فجاه، فاتقلبت العربيه بيهم وفضلت تتدحرج على الارض، ووقع منها تريبل وبرضه فضل يتدحرج هو كمان في كل مكان في الغابه، لغايه ما وصل لشجره معينه واتخبط فيها واتحشر جواه. واضطر تريبل انه يقضي الليله بتاعته محشور جوه الشجره دي لانه ما قدرش يخرج منها. وفي اليوم التاني وصلت السناجب للفتحة المحشور فيها ترابل، وطبعا كانت دي بوابة المخزن بتاع السناجب. ايوه المخزن اللي بيعين السناجب دول فيه البندق بتاعهم، وعشان يوصلوا لمحصول البندق ده اللي مخزنينه عشان الشتاء طبعا لازم يشيلوا الكلب ده من مكانه. وتعاونت السناجب مع بعضها وخلصوا ترابل من الموقف الوحش اللي كان فيه. لكن حصلت حاجة افظع من كده، البندق اللي كان متخزن في الشجرة كله وقع على الارض وراح تعبهم طول الفترة اللي فاتت دي. عشان كده غضبت السناجب جدا من اللي عمله ترابل، وفضلت تطرقع بايديها لغايه ما قدروا يتكاتروا عليه وخطفوا منه الطوق بتاعه وضربوه وهربوا من المكان، وما كانش قادر ترابل يعمل لهم اي حاجه. قرر ترابل انه يرجع للشارع ويتمشى مكان ما رجله تجيبه. وفجاه حس الكلب الجميل ده بالجوع الشديد جدا، عشان كده دور على اكل ياكله بسرعه. فشم ريحه سجق قريبه منه وكانت قويه جدا، ففضل يتتبعها لغايه ما وصل للمصدر وفضل ياكل بجوع شديد جدا، لغايه ما اتصدم ترابل ان في كلبه تانية موجوده معاه اسمها روزي اللي كانت بتسرق الاكل قبله.
غضبت جدا لما شافته قدامها وحاولت تطرده من المكان، لكن مفيش فايده، لغايه ما وصل صاحب المحل وهو غضبان جدا، وقدرت الكلاب تهرب منه بسرعه لانه لو كان مسكهم كان عمل معاهم الجلاشه. فضل الاتنين يهربوا بسرعه من المكان لغايه ما خبط موتوسيكل دليفري بيتزا ترابل المسكين، وقعت علبه البيتزا على الارض. فمن غير ما تهتم روزي بصديقها الجديد اخذت البيتزا وهربت بسرعه من المكان. فضل ترابل واقف مش عارف يعمل ايه، لكنه قرر يلحق بروزي. في الوقت ده كان الاخ والاخت بيجهزوا عشان يسمعوا وصيه السيده ساره صاحبه القصر ده كله، وبيفرحوا ويهتفوا فجاه لما لقوا ان هي فاكراهم وبتوصلهم بالثروه بتاعتها كلها، رغم انهم ما كانوش بيحبوها. لكن الفرحه ما كملتش لانها اشترطت عليهم انهم يراعوا الكلب ترابل وياخدوا بالهم منه ويحبوه، والا مش هيكون ليهم ولا جنيه واحد من ثروتها. وهنا قال لهم المحامي ان ده معناه ان مفيش تنفيذ للوصيه ولا هتاخدوا الفلوس الا لما يجي الكلب، واتاكد انكم بتراعوه كويس قوي زي ما قالت السيده ساره في الفيديو بتاعها، عشان يغضب الاخين جدا من اللي عملوه ومن ساره كمان اللي كانت السبب في الموقف ده. لكن مفيش قدامهم حل تاني غير انهم يلاقوا الكلب ده عشان ياخدوا الميراث بتاعهم. وعشان كده راحوا اتفقوا مع اهم واشهر صياد حيوانات في المدينه اللي كان باين عليه الجنون، لكن هو الوحيد اللي يقدر يجيب الكلب ده في اسرع وقت. في الاول اتفق الاخين معاه على انه لازم يجيب الكلب ده حي عشان يقدروا ياخدوا ميراثهم، لكن الصياد كان رافض في البدايه. لكن الاخين وعدوه انه لو جاب الكلب حي ومن غير ما يكون فيه خدش واحد هياخد مكافاه كبيره جدا، وعشان كده بيوافق الصياد وبيديهم تليفون عشان يعرفوا يتواصلوا معاه ويبدا رحله البحث. في الوقت ده كانت روس البنت اللي بتشتغل دليفري في محل البيتزا عند مديرها في الشغل بتقنعه بكل اللي حصل معاها كان مجرد حادثه، عشان كده ما قدرتش توصل البيتزا لصاحبها في الميعاد. وكمان قالت له على قصه الكلاب اللي سرقت البيتزا منها، لكن الراجل ما كانش مصدقها وقال ان ثمن البيتزا دي هيتخصم من مرتبك. وده طبعا كان مش الحاجه الوحيده اللي ضايقت روس من مديرها، لان البنت دي كان حلم حياتها طول الوقت انها تغني وتبقى مشهوره، وكان المدير بتاعها بيتريق عليها ويقلل من موهبتها. روحت البنت دي على بيتها وكان قدامها ورقه اعلان مسابقه غنى كبيره جدا كانت بتفكر تقدم فيها، وفجاه خدت القرار وقررت تتصل بيهم وقالت لهم انها هتشارك. وكمان قالت على اسم اغنيه هي مش محضراها اصلا، بس صعب عليها جدا انها تحضرها، لدرجه انها بعد ما قفلت المكالمه استغربت من نفسها ومن اللي عملته. في الوقت ده كانت الكلبه روزي بتاكل البيتزا اللي سرقتها في الغابه، وحاول ترابل انه ياكل معاها لكنها رفضت ومنعت. بعد كده بيوصل مجموعه السناجب اللي عندهم مشكله مع ترابل وبداوا يهاجموه، فسابته روزي من غير ما تساعده. لكن ترابل هرب بسرعه من المكان اللي هو فيه وبدا يدور على روزي اللي كانت بتنام تحت صخره في الغابه، ولما حاول ينام جنبها رفضت وبعدته عنها. في اليوم التاني راح ترابل للحديقه اللي بتلعب فيها الكلاب وحاول انه يتصاحب عليهم، لكنهم رفضوه وقالوا له انت كلب مشرد لان مفيش في رقبتك طوق. وعشان ما كانوش طايقينه وسطهم قالوا له لو عاوز حد يتبناك وما تبقاش كلب شوارع روح اقف في وسط الطريق اللي بتمشي عليه العربيات بسرعه جدا، وفي الوقت ده حد هياخدك بعد ما تصعب عليه. وعشان ترابل كان على نياته وعمل كده وكان هيموت فعلا، لكن لحسن حظه البنت اللي كانت هتخبطه هي برضه نفس البنت اللي سرقوا منها البيتزا، بس هي ما كانتش فاكراها قوي، قررت تاخده معاها فعلا على البيت. روث خبت كلب بتاعها الجديد في صندوق وهي داخله الشقه، لان صاحب المكان اللي هي مأجره منه مانع دخول الحيوانات. بس اول ما دخل ترابل للشقه كان مبسوط وبيتعامل براحته قوي زي ما كان بيعمل في القصر، لكن ده ما كانش ينفع مع روث عشان كده طردته بره البيت. في اللحظه دي وصلت الكلبه روزي وهي شمتانه فيه وقالت له ان البشر اول حاجه بيعملوها معاك لما تغلط انهم يتخلوا عنك ويرموك بره البيت. لكن ترابل ما كانش مصدق وراح على البيت بسرعه وفضل يخبط على الباب، فسمحت له روث انه يدخل مره تانية وبداوا يقربوا اكتر من بعض وعلاقتهم بقت اقوى. وفي ليله من الليالي كانت روزي نايمه عند الصخره بتاعتها وفجاه ظهر قدامها الصياد اللي بيدور على ترابل وفضل يتفحص روزي. لما اتاكد انها مش هي سابها ومشي، لكن ده معناه انه قرب من ترابل وقرب يقبض عليه. في الوقت ده كان ترابل نايم على السرير مع روث وخاف من صوت الرعد، لكنها طمنته وخلته ينام جنبها اكتر. في اليوم التاني اخدته روث للحديقه اللي بيلعب فيها الكلاب بعد ما هربته من صاحب العماره طبعا. ولما دخلوا الجنينه كانت الكلاب كلها مستغربه من انه بقى في رقبته طوق وبقى مش كلب شوارع زي ما كانوا فاكرين. وفجاه هاجم السناجب مره تانية على الكلب ترابل وفضلوا يضايقوه، لكن ساعتها باقي الكلاب اتصدت ليهم وطردتهم. في الوقت ده دخل الصياد للجنينه لما شاف ترابل في وسط خناقه الكلاب وقبض على واحد وهرب بسرعه. ولما بعد عن المكان راح اتاكد من اللي قبض عليه فاكتشف انه سنجاب، وساعتها غير اسلوبه وطلب من السناجب تساعده في القبض على ترابل مقابل عربيه كامله من البندق. وفعلا دخلوا البيت اللي قاعد فيه ترابل وبداوا يبهدلوا المكان كله. ولما رجعت روز حست انه هو اللي عمل كده، وساعتها طردته واخدته على دار رعاية الكلاب. وهناك قابل روزي واللي قالت له ان صاحبته خلاص نسيته ومش هتيجي، لكن ترابل قال مستحيل، روز بتحبني وهتيجي عشاني. لكن اللي وصل قبلها كان الصياد اللي اخده وهرب. وبعدها بشويه وصلت روز تدور على كلبها، وهنا حست روزي ان ترابل كان عنده حق وقررت تهرب عشان تساعده يرجع لصاحبته، وطلبت من باقي الكلاب انها تساعدها. ولما دخلت واحده عشان تدور على كلب تتبناه فضلت باقي الكلاب تخوفها لغايه ما ضغطت على زرار الابواب اللي اتفتحت وهربت كل الكلاب فجاه. في الوقت ده كان الصياد بيسلم
سلم الكلب تريبل لاصحاب القصر اللي فرحوا جدا اول ما شافوه، ولما طلب الصياد بمكافئته طردوه وقفلوا الباب في وشه عشان يتضايق الصياد جدا من اللي حصل ويوعدهم انه هينتقم منهم. في الوقت ده كانت روز قاعده في الحديقه يمكن كلبها يرجع لها، فدخلت عليها روزي وادتها الطوق، ففهمت روز انها عارفه مكانه وراحوا بسرعه على القصر اللي كان ساعتها الاخين بيستعدوا عشان يوقعوا استلام الميراث كله. لكن بسرعه سمح جيمس لروز انها تدخل قبل توقيع العقد بثواني، ووصل كمان الصياد واعترف بكل حاجه للمحامي، وحاولت الاخت تاخد الميراث بالعافيه لكن دخلت السناجب والوضع اتحول لفوضى. بس كلاب الحديقه هجمت على كل السناجب اللي موجوده وطردتهم من المكان، وقرر المحامي انه يسلم الميراث كاملا لروز لان هي اللي هتاخد بالها من الكلب ترابل طبعا. وجددوا الحديقه بتاعه الكلاب وخلوها افضل، وبقت كل الكلاب بتستمتع بوقتها هناك وبتقضيه في فرح وسعاده. استنى رايح فين؟ صحيح الفيديو بتاعنا خلص لكن لسه فيديوهات كتير جايه، انزل اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول. ما تنساش كمان تدعمنا باللايك الجميل وكومنت تقول لنا رايك فيه، ونشوفكم قريب قوي. مع السلامه.